انا مخطوبه بقالي سنتين، واعرفه بقاله 4 سنين ايام الجامعه. طول فترة الجامعة احنا الاتنين صحاب واخوات، والدنيا كانت حلوة ولذيذة. بس انا كنت شاطرة، انا من الناس الدحيحة اللي لما بذاكر جدا وبجيب تقديرات وبجيب يعني جيد جدا وامتياز في مواد كتير. فده كان عامل مشكلة ما بيني وما بين خطيبي، لان هو ما كانش بيحب المذاكرة ولا بيحب ان هو يعني يوصل للمرحلة دي. يعني هو كويس ان هو بيجيب جيد، بس دي مش مشكلة. وانا كنت بساعده في حاجات كتير قوي في ايام الدراسة. دلوقتي عندي مشكلة بسيطة، ان انا بعد ما السنة الرابعة جبت تقدير جيد جدا و... والمفروض ان انا هكون يعني معيدة في الكلية. تمام. المشكلة بقى ان خطيبي مش موافق تماما ان انا اكون معيدة في الكلية، فاكر ان انا بالكلام ده ان انا هكون اعلى منه. مش عارفة اعلى منه في ايه، يعني ايه المشكلة؟ انا تعبت عبال ما اوصل للمرحلة دي، ان انا اوصل لمعيدة. لان انا بحب الدراسة، بحب التدريس، بحب ان انا تعبت في ده كتير، تعبت لغايه ما وصلت لحاجه زي كده. فالمفروض اعمل ايه؟ هو عمال يخيرني ما بينه وما بين الشغلانه دي، وانا مش عارفه اختار اعمل ايه، ومتضايقه جدا. بحبه، بس بحب اللي انا وصلت له. انا تعبت جدا عبال ما اوصل للكارير ده والحاجه دي. المفروض هو يشجعني ويقف جنبي، بس هو قال لي لا انا لا هي، ومش عارفه اعمل ايه. انا من وجهه نظري ده ما يتعاشرش. يعني ما ينفعش ان انت تعاشري واحد بيقول لك لا انا لا الحاجه. ما فيش حد بيعمل مقارنه. في حاجه بتقعدوا تتفقوا. طب انا مش عايزك تتعبي، طب انا مش تعبانه، طب إيه لو قصرت في بيتي إيه هبقى اقعد، لو لقيت تأثير مني نبقى نتكلم ونلاقي حل وسط. بس مرميش كل السنين اللي فاتت دي في الزبالة علشان انت بتقول لا 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 الحاجة دي. انت المفروض تشجعها، المفروض تساعدها، المفروض تبقى واقف جنبها، المفروض تبقى واقف في ظهرها وتاخد اصلا الثقة منك. انت مصدر ثقتها ومصدر امانها ومصدر فرحتها، لان انت المفروض بتحبها. فاكيد مش الحل خالص ان انت تقول لها لا انا لا الحاجة دي. اللي يقولك انا او الحاجة دي يعني هو اصلا ما عندوش ثقة في نفسه. هو شايف ان انت اعلى منه، ان انت لو خدتي الحاجة اللي هو بيقولك عليها دي هتبقي اعلى منه، فمش هيعرف يسيطر عليكي، مش هيعرف ان هو يعمل حاجة. انت فاهماني؟ فلا، لا كملي في المعيدة. يعني خلاص ابقي معيدة واقبلي بالشغلانة دي، وربنا يوفقك، عشان ده حلم حياتك وده عمرك اللي انت من وانت صغيرة نفسك فيه. لا كملي فيه. وهو لو ما قدرش يستحمل خلاص يبقى هو مش نصيبك. بتحبيه وبكل حاجة، بس هو لو بيحبك هيرضى، لو ما بيحبكيش هيمشي. ولو مشي انت الكسبانة، ولو فضل انت برضه الكسبانة. في الحالتين المكسب لك انت، ودي حياتك انت، ولازم انت اللي تاخدي القرار وتبقي مقتنعه بيه. فيا فيا دي 100%، عشان دي حياتك وبس. اكتبوا لها في الكومنتات المفروض تعمل ايه.